فيجن يعني ايه؟ انت معانا في التيم؟ ايه في سنه كام؟ انا لسه في اولى بس اول مره اشوفك. بقول لك ايه، هو انت بقى داخل كليه بمزاجك ولا غصب عنك بقى جو؟ يعني احنا كنا في الاول طبعا مظبطين كده بس الحمد لله الكليه بقت منظمه اكتر وان شاء الله نشتغل احسن. منظمه اكتر ايه يا عم؟ بيقول لك هتصلح سايبر وتقف في دش وحاجه كده. يا ابني الكلام اللي انت بتقوله ده كلام فنيين، احنا بتاع سوفت وير مش هارد وير. بجد والله؟ والله. هتشيل. طب بس انا بقالي 4 سنين في التيم، يعني اول مره اشوفك. يا عم 4 سنين ايه؟ اذا كان فيجن بقى 3 سنين مثلا. بجد والله؟ محدش شافني. معلش اديني ورقه ثانيه بس عشان اطمن. هديك يا مره يعني. انا متهيألي انا شفت واحد طويل زيك قبل كده، مش انت بتاع اللوجيستكس بتاع المنارات والحاجات دي؟ لوجيستكس؟ هو انا. يا عم كلها عارفه ان انا اطلع اتروق وعلى اي بلد في اي حته ايه يعني. لا اديني ورقه ثانيه بس. هديك يا مره ثانيه. طيب مش انتوا الفيجن بتاعتكم ان انتوا تبقوا اكبر داعم اي تي سبورت في مصر وكمان تملوا الجاب اللي ما بين الدراسه وسوق العمل؟ يعني فاهم وهنتعبنا بقى. انا برضه كل ستودنت اكتيفيتي بيقول نفس الجمله عادي يعني. اديني مره ثانيه معلش. اديك مره ثانيه. طب مش انتوا الميشن بتاعتكم ان انتوا تعملوا اسم الكليه وتبقوا احسن كليه حاسبات في مصر؟ يا دي النيله. بص بغض النظر عن كلام الكفار ده كله انا مش فاهم منك اي حاجه. وبعدين شاكك فيك بصراحه. انت شاكك فيا؟ لا بقول لك ايه، انت شكلك اصلا مش من الكليه طبعا. طلع الكلمه؟ طلع انت قد الكلمه دي؟ ايوه انت الكلمه كده كده كليه زراعه. خد يلا بس خد يا ابني تعالى اهو. انا ما قلتش مش عايز كده خالص. ايه يا ريس ايه؟ مش ده اللي انا عايزه خالص. ازاي يا ريس؟ يا جدعان انتوا عجبكم اللي هم عملوه ده؟ محدش بيقول كده يعني. عجبكم اللي هم عملوه ده؟ خش يا ابني من الفكره الثانيه خلينا نمشي على الناس. الفكره الثانيه تمام. كمبيوتر الصقر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اعزائنا المشاهدين. معانا ومعاكم الاستاذ احمد عصام حاول اوفر ترفيل الماركتنج. اتفضل يا استاذ احمد. استاذ محمد جميل عزوز حبيبي مساء الفل عليك. الله يخليك. شهر 10 ده بنحب يصحى. عيد ميلادك؟ اكيد لا. عيد ميلادي؟ خالص. شوقتنا يا استاذ احمد وعملت لنا ايه الموضوع؟ الموضوع يا سيدي ان شهر 10 هو وقت دخول الجامعات واكيد الطلاب مظبطين محدش فيهم فاهم اي حاجه خالص، فلازم نعمل لهم تيم ايه؟ تيم فيجن. تيم ايه؟ تيم فيجن. تيم ايه؟ تيم فيجن. تيم ايه؟ يا عم قلنا تيم فيجن. خلاص. استاذ احمد ايه هو تيم فيجن باختصار؟ تيم فيجن باختصار هو من اوائل التيمز اللي طلعت في كليه حاسبات ومعلومات، وزي ما اي فريق ليه هدف طبعا فريقنا ليه فيجن وميشن. ايه؟ تيم وايه؟ فيجن. فيجن وايه؟ خلاص بقى. خلاص. كل مره. خلاص. استاذ احمد ايه هي الفيجن بتاعت التيم بتاعنا؟ الناس عايزه تعرف. طيب يا سيدي احنا الفيجن بتاعتنا بسيطه جدا، احنا عايزين نكون اكبر داعم لسوق الاي تي في مصر، وكمان نبقى نملا الفراغ اللي ما بين الدراسه وبره سوق العمل. كلام جميل جدا. الناس برضه عايزه تعرف ايه هي الميشن بتاعتنا؟ الميشن بتاعتنا زي ما قلنا برضه قبل كده ان احنا نقلب اسم الكليه بتاعتنا نبقى احسن كليه حاسبات في مصر. حلو جدا. بالنسبه بقى للخمسه 6 7 اللي قاعدين قدامنا دول اللي عايزين يسالوا سؤال واحد خير، ايه اللي احنا بنعمله ده؟ هل هي فيجن هتفتح باب التقديم للناس كلها ولا لعدد معين بس؟ يا راجل ايه اللي انت بتقوله ده؟ اكيد يعني هتفتح الناس كلها يعني، بس اكيد احنا ان شاء الله هنضمن لهم باذن الله ان كل الناس تدخل معانا وان شاء الله الاوبننج الاسبوع الجاي. عاملين دوره زي دوره بيس او دوره فيفا كده اللي هي بتشترك معانا، واكيد البنات طبعا مش هننساهم، عندنا العاب البنات كده يعني. ومعانا الجزء الثالث من حريم السلطان. حريم السلطان. بنشكرك جدا يا استاذ احمد ونتمنى لكم سنه خفيفه عليكم. انت بيس لطيف مع سيف خفيف. مع
شكرا.